ايوه، انا اللي عملت له العمل السفلي وكمان حطيته في بق جارتنا المتوفيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد وروتين جديد، روتين حماسي جديد. يلا بينا نشوف الروتين بتاع النهاردة ونتحمس مع بعض كده، ونشوف المشكلة بتاعت البنوتة اللي بعتها لنا النهاردة والمصيبة اللي هي عملتها. قالت لي بالنص كده: يا أمنية، أنا كنت اللي بتآمن جدا بعلم الروحانيات والحاجات دي كلها، ومتابعاهم جدا على الفيسبوك وكمان على الانترنت عامة، على اي منصة ايا كان. فانا كنت بحب واحد، انا في ثالثه ثانوي، بنوته في ثالثه ثانوي، وبحب واحد يعني انا بعشقه من الاخر. ما كنتش عايزه يشوف اي بنت في الدنيا غيري، هو قدي في السن، وانا الجنون خلاص عماني وخلاني ان انا ممكن اعمل اي حاجه علشان الولد دوت ما يشوفش اي بنت في الدنيا غيري، ويبقى تحت امري، يبقى خاضع ليا في كل كلمه اقولها وفي كل نفس، ويبقى يعني مش عايز حد في الدنيا الا انا. ففضلت ان انا اتواصل مع شيخ من الشيوخ اللي هم بتوع الروحانيات والحاجات ديت على الفيسبوك. وللعلم انا من شبرا الخيمة، والشيخ ده قريب من المنطقة بتاعتنا، يعني هو يعني هي ذاكرة اسم المنطقة يا جماعة، بس هي مش قايله لي ان انا اقول الاسم. تمام. اتواصلت معاه وفهمته انا عايزه ايه بالظبط، وعايزه الشخص الفلاني. فهمته الحاجه اللي في دماغي عامه يعني. وبعد كده قال لي تعالي لي المكان بتاعي. انا رحت له في الميعاد المناسب اللي هو قال لي عليه. بعد ما رحت طبعا الشارع انا كنت عارفاه بحكم ان المنطقة قريبة مننا، بيت قديم جدا، بيت متهالك. دخلت قعدت نادي، ما كانش فيه الا الراجل ده بس هو اللي في البيت، راجل كبير في السن طبعا، قدامه ورق متقطع وشوية حاجات كده انا ما كنتش فاهمة منها اي حاجة. المهم قعدت مع الراجل ده وابتديت اشرح له وافهمه ان انا عايزة كذا كذا كذا. المهم قال لي طيب انت لازم تجيبي لي حاجه من قطره، وحاجه من قطره يعني حاجه من هدومه. طبعا الحاجات اللي بنسمعها في الافلام طلعت حقيقه، انا لما سمعت منها يا جماعه كنت موهومه صح. حاجه من قطره وحاجه من هدومه، وعايزك تجيبي لي منه دم، تجيبي لي منه دم، وعايزك كمان تجيبي لي منه صوره، وكمان هديكي حاجه المفروض ان انت تشربيها له. تمام تمام، انا ما كدبتش خبر، طلعت من عنده كلمت الولد اللي انا ماشيه معاه او اللي انا عامه على علاقه بيه، كلمته واتفقنا ان احنا نتقابل تاني يوم في المكان الفلاني. المهم جهزت موس في ايدي، وبطلب منه منديل، شرطت ايده بالموس ده وهو مش واخد باله، وقعدت اخد المنديل وانشف له في الدم بتاعه، وقلت له طيب معلش ما كانش قصدي، انا اسفه، مش عارف ايه. وهو طبعا لانه معجب بيا